السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى انه يعجبكم وعجبك. ما تنسيش تعملي باللايك وتشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بقدمه. طبعا كان لازم تبدأ بقهوة عشان افوق بصراحة. اقول لهم يحطوا لايك على القناه. حاضر، حطوا لايك على القناه. المهم انا كنت صاحيه مؤخر. اليوم ده صحيت مؤخر وما كنتش عملت اكل وكده، فعملت بصراحه مج قوي عشان افوق. وبعد كده طلعت كده كام واحده بطاطسايه وابتدي اقطعهم كده شرايح. وكان عندي فراخ متبله، وزي ما انتوا عارفين الطماطم الحاجات دي انا مفرزاها اصلا. فطلعت بطاطسايه سليم عايز يسجل معايا. المهم وكان عندي بصل اللي انا مفرزاه ده، والمفروض كنت قطعت بصل اجنحه كده بس انا مكانش عندي، فطلعت بصل من اللي هو يعني مفرزن وكده، وحطيت كده يجي بصلايه. وهنا بقى احط توابل فلفل اسود، وهحط بصل بودر وتوم بودر وكمون وسبع بهارات يعني بصي البهارات اللي عندك كلها. بصراحه البطاطس يعني التوابل الحاجات دي بتفرق في طعمها. كده صوت يا ماما. حطيت توم بودر وحبة كده بابريكا مدخنة، انا بحبها بصراحة في الاكل. وهقلب بقى كل ده مع بعض. وانا جبت الطماطم زي ما انتوا شايفين، هي بس يعني بتك عليها كده بالمعلقة، ويعني خلاص بتفك وبتبقى تمام يعني. فالمهم الطماطم بقى مع عقبال ما بتفكوا كده مع البصل مع التوابل بحطهم على النار، بياخدوا كده مع بعض بتبقى فظيعة. المهم هنا كانت فكت يعني والصلصة عملت شوية، حطيت بقى الفراخ وبغطيهم بغطا وبسيبهم. طبعا الفراخ عندي كانت متبلة فما تبلتهاش معاهم اصلا من الاول بس، وعملت جنبهم حبة مكرونة محمرة وشكرا على كده يعني. الحمد لله. وبرضه لازم قهوة الفترة دي، بشرب قهوة عن باقي الفترات بصراحة عشان يعني تفوقني شوية. ما اكدبش عليكم الغرب في البوتاجاز كانت حالته بصراحة مأساوية، وكل شوية اقول هعمله يعني بصراحة هو غصب والله يعني. فالمهم جبت كده بيكربونات ورشيته على البوتاجاز كله، ابتديت كده وزعه على البوتاجاز كله. قادرة اوصف لكم انا بسجل الفيديو على كام مرحلة. المهم الكيس الاولاني خلص بتاع البيكربونات، وجبت كيس تاني كان عندي. بصراحة انا بجيبها وبخليها دايما في البيت، هي حلوة جدا جدا في التنظيف عن السيتروس والحاجات دي، لان هما بيأذوا الايد جدا. ولو انت عندك حساسية انا استخدمت السيتروس في اخر فترة وانا حامل وتعبت جامد على فكرة. فبصراحة لا، لو انت عندك كمان حساسية هيبقى صعب جدا. فالمهم هنا بقى حطيت الخل كده عليه وبسيبهم يعني ينزل اي دهون فيه. هوريكم في الاخر. برضو حطيت عليه كده يعني قلت هعمل الكاتل فيه ترسبات، برضو بتحطي فيه خل خل وبيكربونات، ولو عندك ملح ليمون فظيع فظيع فظيع، بيخلي الجير اللي في الكاتل ده كله بيروح. فبجد خطير، جربوه جربوه. وانت يعني متعمليش الحركه دي هيعجبك جدا. فهنا بقى حطيت بيكربونات وحطيت ميه، وهحط كمان خل. انا مكانش عندي ملح ليمون فاستكفيت بصراحه بالبيكربونات والخل. بس لو انت عندك لا حط، حلوه جدا. وبسيبه بقى بشغل الكتل وبسيبه لحد ما يغلي، وبعد كده يعني المفروض ما يبردش قوي وتغسليه. بس انا بصراحه عشان طبعا انا يعني بعمل حاجه وبروح وباجي، هنا كان برد. وبعد كده بصراحه نضفته، اخدت بقى منه شويه من الميه المغليه دي، حطيتها على فكره على البوتاجاز برضو. فبجد خطير يعني الحاجات دي. البيكربونات اصلا رهيبه رهيبه في الاستخدام في التنظيفات، حلوه جدا. شايفين بقى هنا الميه كنت بوريكم فورانها، ان كل ده اصلا يعني بصراحه بيشيل اي ترسبات في الكتل. الترسبات دي اصلا مش حلوه. وانا الكتل كان بقالي فتره يعتبر ما بستخدموش كتير كمان يعني، كل ده ما بستخدموش كتير. ف جربوها تعجبكم.
هنا بقى البوتاجاز كان نزل كل الدهون اللي فيه. هبتدي كده احط بريل اللي هو يعني اي سائل مواعين. اللي انا بستخدمه ده اللي هو اسمه ايه، فيبا، حلو جدا. هنا بقى ببتدي ان انا اعمله الاول كده بالفرشه، وباخدهم بقى تحت الحنفيه، وبرده بدعكهم تاني وبشطفهم يعني واحده واحده كده، واسيبهم كده لحد ما ينشفوا كويس. يعني شايفين ايدي دي كلها دهون طالعه منهم. وكمان انا يعني لو كنت استخدمت السلك الخشن كان هينضف احسن من كده كمان، بس انا كسلت ان اطلع وكده، او مش كسلت بس كنت عايزه بصراحه اخلص، لان ما عنديش وقت صراحه، ما عنديش وقت خالص. الحمد لله يعني ان انا بصراحه وصلت اوريكم النتيجه. اصلا في الاخر الحمد لله انا وصلت للنتيجه دي. بعد كده بقى ببتدي ادعك البوتاجاز نفسه، والعيون برضو هشيلها وادعكها، وبرضو هعملها يعني اخدها على الحوض وكده. الفرشه مشكلتها ان هي ناعمه فمش بتنضف كويس. كان عندي الفرش اللي هي الخشنه دي بس كانت بتعور الايد. وزي بقول لكم لو كان السلك اللي هو الخشن كان هيبقى احسن بكتير جدا. كنت استخدمته معاكم كذا مره في كذا فيديو، بينضف حلو قوي على فكره، عن كمان الاسبونج اللي هي اللي هي بتبقى بتاع المواعين وكده، فهو بينضف احسن كمان. بس شايفين البيكربونات الدهون اللي هي منزلها اصلا بجد رهيبه رهيبه رهيبه. بس هنا بقى هاخدهم كده بقى على الحوض في البلاستيكيه دي كده، هشطفهم برضو تاني واديهم ضحكه برضو. وهبتدي بقى ان انا الملم الميه الاول اللي هي على البوتاجاز، وهلمعه بقى معاكم وهوريهولكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده ما بياخدش وقت معاكم، يعني انتوا يدوبك اصلا بترشوا البيكربونات والحاجات دي وبتسيبوه مع نفسه عقبال ما بينزل بقى الدهون وكده. وبعد كده بتيجوا يعني مسافه بس ما بتدعكوا، زي ما بقولكم لو عندكم كمان سلك خشنه مسافه ما بتدعكوا ما بياخدش حاجه معاكم. فالمهم هنا بقى بلملم الميه. في حركه ممكن تعملوها كمان بعد ما بتلموا الميه وتمسحوه كويس، بتجيبوا زيت جونسون وبتحطوا يعني على منديل او قطنه وبتمسحوا بيه الاستانلس، بيدي لمعه حلوه قوي. المهم هنا بعد ما لملمت الميه طبعا اديته برده ضحكه حلوه كده، والازاز وكله زي ما انتوا شايفين كده. خليته زي الفل بصراحه الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده نضفته كويس. وهنا برضو الكاتل بوريهولكم قد ايه نضف، والازاز شكله بقى بيلمع وقمر. هنا بقى في الاخر جبت كده شويه خضار، ورق عنب وجبت بقى طماطم وتفاح وحاجات من دي هحطها بس مكانها. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان يكون عجبكم. لو عجبك ما تنسيش تعملي باللايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بقدمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نسيت، هنا انا بقطع البطيخ بالشكل ده وبحطه في التلاجة يعني. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده.